الله لطيف بعباده. اللطيف هو عالم خبايا الأمور والأشياء، وهو كذلك مدبر شأن عباده بخفاء. لطيف بعباده، رفيق بهم، قريب منهم، يعاملهم بعطف ورأفة وإحسان، ويقبل منهم التوبة ويجازيهم بالغفران مهما بلغ منهم الذنوب والإسراف والعصيان، كما قال ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان. من لطفه بعبده أنه يبتليه بمرض عضال الذي تندك بسببه شم الجبال، فيثبته تثبيتا عظيما عجيبا، فلا تراه إلا صابرا شاكرا منيبا. يفرح إذا تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويشتاق إذا تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الله لطيف بعباده، فترى العبد يسرف على نفسه طول عمره حتى لم يبق إلا شبرا بينه وبين قبره، وإذا باللطيف يفتح عليه أبواب التوبة والاستغفار، فيتوب ويؤمن ويعمل عمل الصالحين والأبرار. فسبحان من كان بعباده كريما رحيما لطيفا. الله لطيف بعباده، أحاط العسر الشديد بيسرين، وجعل بعد الكرب الفرج المبين. يعصيه الناس فيمهلهم إمهالا، ويتوبون إليه فيكون لهم أشد إقبالا. لا يعاجل بالعقوبة لأنه حليم، ولا يمنع رزقه لأنه كريم، ولا يبتلي إلا بما يطاق لأنه رحيم، ويقدر لعباده ما ينفعهم لأنه حكيم، ولا يخفى عليه شيء أبدا لأنه عليم.